انت عارف ان في دراسة بتقول ان اكتر من 50% من الموظفين اللي بيستقيلوا بسبب مباشر لمديرهم مش عاجبهم. طب انت عارف ان في دراسة تانية بتقول ان 10% بس من المديرين حوالين العالم كله هم بس اللي بيعرفوا يديروا الناس، والباقي مالهمش في الشغلانة ومحتاجين يتعلموا من اول وجديد يعني ايه اصلا ادارة. وعلشان احنا عارفين ان مديرك بيأثر في حياتك فوق مما تتخيل، فقلنا النهاردة نعمل الفيديو ده ونقولك ازاي تهندل مديرك. بعد ما تسيب شركتك اللي انت كنت مستقر فيها وتمام ومشكلتك بس مديرك، تروح شركة تانية تكون اسوأ او يكون فيها مدير اعنف، او برضو ما تعرفش تظبط الدنيا، هتفضل تتنقل طول الوقت بقى ولا ايه؟ احنا هنفكر ازاي نهندل المدير ده اللي انا عارفة ان هو لا بيفكر فيك ولا في مشاكلك ولا في عواطفك ولا مركز في اجازاتك وما بيقولكش اي حاجة غير التارجت التارجت التارجت. ازاي تهندل مديرك؟ اول حاجة تتكلم بلغته. يعني ايه تتكلم بلغته؟ كل شخص فينا بيقرا الدنيا بطريقه معينه. انا لغتي الارقام، انا لغتي المشاعر، انا لغتي النجاح، انا لغتي ان مديري بقى اللي هو يعني مديرك مديره بقى يبقى بيشجعه، عايز يثبت نفسه. كل واحد عنده هدف وعنده لغه مختلفه. وظيفتك ان انت تفهم مديرك بيفكر ازاي وبيتكلم ازاي وتتكلم معاه نفس اللغه. اللي هو يا ريس احنا مع بعض وانا فاهمك وبعمل لك اللي انت عايزه بالظبط. اثبت العكس. يعني ايه؟ اكيد مديرك دوت مش طايقك كده لله في لله، اكيد هو عنده صوره معينه واخدها عنك. الله اعلم بقى، عصافير الشركه، حد ابن حلال بيحبك بزياده، او هو اصلا قريك غلط برضو وارد. فانت محتاج ان انت تثبت له العكس، تعمل الحاجه اللي هو بيقولك عليها بالظبط. تبدا لما يديك تاسك تعمله فعلا وتجود عليه وتثبت له ان انت شاطر جدا وان انت قد المسؤوليه. طرح الافكار. ما انت اكيد مش عايز الناس تعاملك معامله 5 ستارز وتبقى الابن المدلل للشركه، ابن الشركه بجد، وانت ما بتحاولش ان انت تتطور او تجتهد. انت محتاج ان انت طول الوقت توصل له ان انت عايز تشتغل اكتر، ان انت عايز تنجح اكتر وعايز تتطور اكتر. اكيد ده بحسابه، بس انت عندك اصلا القابليه لده. والله يا مديري انا سمعت فلان بيقول كذا، اللي احنا لو طبقنا ده عندنا في الشركه هنحقق تارجت مش عارفه ايه. والله انا عايز اخد كورس كذا في يوم الاجازه عشان حاسس ان هو ممكن يفيدنا في كذا. والله انا عندي اقتراح حابب ان انت توصله لمجلس الاداره علشان ده هيفيدنا في كذا وفي كذا. طول ما انت بتعمل ده انت بتثبت ان انت فعلا شخص كفء وعايز تشتغل، واكيد هيغير وجهه نظره عنك. جلسات الفيدباك مهمه قوي انه يكون اصلا مديرك بيعمل ده، بس لو هو ما عملش اطلبه انت. اللي بتدارك كده يعني في جو الشركات الوان تو وان ميتنج، مهم قوي ان احنا نقعد مع بعض انا وانت لوحدنا من غير اي عناصر خارجيه، نشوف هو احنا واصلين لايه مع بعض. طبعا مش في قصه حبنا لكن في الشغل. انا دلوقتي لما عملت 1 و2 و3، انت ده شايف ان هو تمام، شايف انه بيحقق التارجت بتاعك، انا على البلان بتاعك، انا متوافق معاك، انا بعمل اللي انت شايفه ان انت عايزه مني، عشان ما تلاقيش فيه في الاخر ترمينيشن وكاتب فيها 50 حاجه انت اصلا ما كنتش تعرف منهم ولا حاجه. لا، طول الوقت حاول ان انت تسمع منه وتشوف هو عايز ايه، وان انت فعلا بتعمل الحاجه اللي هو عايزها، ولو هو عايز حاجه غلط تناقشه فيها وتبدا تقول له وجهه نظرك الصح. احنا كده عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. بس خليني انصحك نصيحه اخويه كده، احنا مش هنعرف نعدل الكون كله، فلازم نفرق ما بين علاقتي بين ناس بره الشغل وبين علاقتي جوه الشغل. محدش هيخاف عليك غير الست الوالده، ومحدش هيقدر يستحملك غيرها هي برضو. فانت لازم تبقى عارف انك بتتعامل مع بشر، فاصل تماما عواطفك ومشاعرك. في حد ادنى طبعا ان احنا نتعامل مع بعض وزملاء وكل حاجه، بس في الاخر احنا في علاقه بيزنس. الارقام بتحكمنا، الفلوس بتحكمنا، التارجت بيحكمنا.